تخيل انك ماشي بعربيتك على طريق سريع، كل حاجة ماشية تمام وفجأة الموتور يبدأ يطلع صوت غريب. بعدها بدقايق العربية بتقف، بتفتح الكبوت، تلاقي ريحة شياط طالعة. موقف مرعب صح؟ المشكلة هنا ما كانتش في الطريق ولا في العربية نفسها، المشكلة كانت في حاجة بسيطة جدا وهي زيت الموتور. في الفيديو ده هعرفك ان الزيت مش مجرد سائل في عربيتك، ده خط الدفاع الأول عن موتورها. والنهاردة هنتكلم عن دور الزيت في العربية وأنواع الزيوت وإزاي تختار الزيت المناسب لعربيتك وإزاي تعرف إنه محتاج يتغير علشان دايما تبقى مطمن وإنت في أي طريق. زيت العربية هو البطل الخفي في الحفاظ على صحة وأداء الموتور. دوره الأساسي إنه بيقلل الاحتكاك بين الأجزاء المعدنية اللي بتتحرك بسرعة كبيرة في الموتور، وده بيمنع التآكل وبيطول عمر الموتور. كمان الزيت بيساعد على تبريد الأجزاء اللي بتسخن جدا أثناء التشغيل عن طريق امتصاص الحرارة ونقلها بعيد، لأنه بيجمع الرواسب والشوائب اللي بتطلع من حرق الوقود، وده بيمنع انسداد الأجزاء الداخلية. بالإضافة إنه بيحمي الموتور من الصدى والتآكل عن طريق تكوين طبقة عازلة على الأجزاء المعدنية بتاعة الموتور. ببساطة جدا من غير الزيت الموتور هيواجه مشاكل كبيرة زي التآكل السريع وارتفاع درجات الحرارة اللي ممكن تخربه تماما. عشان كده لازم تختار الزيت المناسب لعربيتك وتغيره في الوقت المناسب عشان تضمن أداء ممتاز لعربيتك. طيب لما تدور عربيتك الصبح الزيت بيبدأ رحلته داخل الموتور. أول حاجة طرمبة الزيت بتسحب الزيت من الكارتيرة. الكارتيرة ديت اللي هي الخزان بتاع الزيت اللي بيبقى موجود تحت الموتور. بعد كده طرمبة الزيت بتضخ الزيت بضغط عالي داخل ممرات صغيرة جدا داخل الموتور اللي بنسميها ممرات الزيت، عشان الزيت يوصل لكل الأجزاء المتحركة داخل الموتور زي البساتم والصمامات والكمان. ووظيفته إنه بيقلل الاحتكاك ما بينهم عشان يشتغلوا بسلاسة أكبر وبدون ما يحصل تآكل. بالإضافة إن الزيت بيسحب الحرارة من الأجزاء ديت ويرجعها تاني للكارتيرة، وده بيخلي درجة حرارة الموتور متوازنة. كمان الزيت بيجمع الشوائب والرواسب اللي بتنتج عن احتراق الوقود وبيوديها لفلتر الزيت عشان ينضفها، وده بيضمن طبعا ان الموتور يفضل نظيف. بمعنى بسيط خالص الزيت بيشتغل في العربية زي الدم في جسم الانسان بالظبط، بيغذي ويحمي ويبرد كل جزء في الموتور، ومن غيره الموتور هيموت. طيب زيوت الموتور بتتقسم لثلاث انواع رئيسية، كل نوع ليه استخداماته ومميزاته. اول نوع هو الزيت المعدني او المينرال اويل، ده النوع الأساسي والأقدم وبيتصنع من البترول مباشر ومناسب للعربيات القديمة والمواتير اللي مش بتحتاج أداء عالي. ميزته طبعا إن هو رخيص، لكن عيبه إنه بيستهلك بسرعة وبيحتاج يتغير بشكل متكرر، وعادة بيمشي من 1000 ل 3000 كيلو على حسب مواصفة الزيت ولزوجته. النوع التاني هو الزيت التقليدي أو الفولي سينثيتيك، وده زيت متطور جدا وبيتعمل في المعامل بمواصفات دقيقة وبيتضاف عليه إضافات لتحسين أداء. مميزاته طبعا ان هو بيشتغل كويس جدا في درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وبيحمي الموتور بشكل ممتاز ومناسب جدا للعربيات الحديثة ومحركات الأداء العالي. لكن طبعا هو أغلى بشوية لكنه بيعيش فترة أطول، وعادة بيمشي 10000 كيلو، وفي بعض الزيوت التقليدية مواصفاتها بتبقى أعلى بتمشي 15 و20 ألف كيلو كمان. النوع الثالث هو الشبه التقليدي أو السيمي سينثيتيك، ده مزيج بين الزيت المعدني والتقليدي، بيجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب، وبيشتغل كويس مع العربيات اللي مش بتحتاج زيت تخليقي بالكامل لكنه افضل طبعا بالزيت المعدني. وعادة بيمشي من 5000 كيلو ل 8000 كيلو على حسب مواصفة الزيت برضو والحاجات اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده. طيب ازاي تختار الزيت المناسب لعربيتك؟ خلينا نشرح الموضوع ببساطة خالص. لما تبص على علبة الزيت هتلاقي ارقام مكتوبة على العلبة زي 5W30 او 10W40. طيب الارقام دي معناها ايه؟ أول رقم قبل حرف الW زي الخمسة في الخمسة W30، ده معناها إن الزيت بيشتغل إزاي في الجو البارد. كل ما الرقم ده كان صغير كل ما الزيت يبقى أحسن وأفضل إن هو يشغل عربيتك الصبح في الشتاء. أما الرقم اللي بعد الW زي ال30، ده بيعبر عن لزوجة الزيت لما الموتور يسخن. كل ما الرقم ده يكبر كل ما الزيت يبقى أتقل وأحسن إن هو يحمي عربيتك في الحر. طيب نيجي بقى للتصنيفات اللي مكتوبة على العلبة من ورا زي ال ABISN أو ال ACEA. لو عربيتك بنزين ركز في التصنيفات اللي بتبدأ بحرف الاس زي SN أو SB. الحروف دي كل ما كانت متقدمة كل ما الزيت يبقى أحدث وأحسن. أما لو عربيتك ديزل فبص على التصنيفات اللي بتبدأ بحرف السي زي CG4. أما لو عربيتك أوروبية أو حديثة وبتشيل فلتر زي بتاع الجسيمات DBF يبقى ركز على التصنيفات زي ACEA
C3، لان الزيوت دي متصممه مخصوص لحمايه الانظمه دي. اخر حاجه ودي اهم نصيحه، راجع كتالوج عربيتك الاول او شوفه من على النت لو هو مش معاك، وشوف الزيت اللي الشركه موصيه بيه. لو الجو عندك حر او برد قوي طبعا تختار الرقم اللي يناسب عربيتك ويناسب الظروف الجو اللي عندك. واخيرا لازم تشتري زيت من شركه معروفه زي شيل او موبل او توتال، مش لازم اغلى حاجه لكن اهم حاجه يكون اصلي. طيب امتى لازم تغير زيت عربيتك؟ لو لاحظت اي علامه من العلامات ديت لازم تغير الزيت فورا. اول حاجه لون الزيت يبقى غامق جدا او مليان شوائب. تاني حاجه صوت المحرك يبقى اعلى من المعتاد او في خشونه كده، او العربيه بقت تقيله في السحب ومش بتستجيب بسرعه معاك، او لمبه الزيت مثلا نورت في التابلو. استهلاك البنزين زاد بشكل ملحوظ بدون سبب واضح. وخلي بالك ما تتجاهلش العلامات ديت، عشان تغيير الزيت في الميعاد المناسب بيحافظ على موتور عربيتك وهيوفر عليك فلوس كتير جدا في الصيانه. طيب تعالى اقول لك على شويه اخطاء كده ناس كتيره جدا بتقع فيها عشان ما تقعش في نفس الغلط ده. اول حاجه تختار زيت غير مناسب. كل عربيه ليها لزوجه زيت معينه، ولازم ترجع لكتالوج عربيتك زي ما اتكلمنا قبل كده عشان تعرف الزيت المعين لعربيتك او المخصص للعربيه. تاني حاجه تاخير تغيير الزيت لفتره طويله. بعض الناس بتستنى لحد ما العربيه تحسسهم بمشكله، لكن الافضل طبعا تلتزم بالمواعيد المحدده للتغيير حتى لو مفيش اعراض واضحه. تالت حاجه انك ما تغيرش فلتر الزيت مع كل غيار، ودي نقطة مهمة جدا عشان الفلتر ده بيشيل الأوساخ والرواسب من الموتور، ولو ما اتغيرش مع كل غيار زيت الشوائب دي هتفضل ترجع تاني مع الزيت الجديد وهيقلل من كفاءة الزيت الجديد. رابع حاجة زيادة كمية الزيت عن اللازم. في ناس بتفتكر إن الزيت الزيادة في الموتور هتفيد عربيته، لكن الحقيقة إن ده بيسبب ضغط زيادة على الموتور وبيسبب تسريبات ومشاكل كبيرة. خامس حاجة استخدام زيت قديم أو مضروب. الزيوت المغشوشة أو المضروبة منتشرة بشكل كبير الأيام ديت، ولازم تشتري من مكان موثوق ومضمون وأنت عارفه. سادس حاجة إنك تغير الزيت من غير ما الموتور يبقى سخن. لازم تشغل عربيتك الأول دقايق قبل التغيير عشان الزيت كله يسخن ويبقى سهل في إنه ينزل كله، بدل ما يفضل جزء قديم في الموتور ويختلط بالزيت الجديد. سابع حاجة ودي الأخيرة طبعا إن أنت تفحص مستوى الزيت بعد التغيير، عشان طبعا إحنا قلنا قبل كده لو أي زيادة أو نقصان بيسبب مشاكل كبيرة في العربية. لو تجنبت الأخطاء ديت هتضمن إن أنت هتحافظ على موتور عربيتك لأطول فترة ممكنة. واخيرا زيت الموتور ممكن يكون تفصيله صغيره في عربيتك لكنه بجد بيحدد عمرها وادائها. لو اهتميت بيه هتفضل عربيتك دايما في احسن حال، ولو اهملته طبعا المشاكل هتبدا واحده ورا التانيه. اختيار الزيت الصح وتغييره في الوقت المناسب مش رفاهيه، ده استثمار في عمر موتور عربيتك. لو عندك اي تجربه قبل كده او مشكله في عربيتك اكتبها لي في الكومنتات وخلينا نتناقش مع بعض. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل بلايك وتشترك في القناه عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. السلام عليكم.